السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما كده يا رب، ومتهنيين ومبسوطين. شفتوا الجمال والحلاوة؟ شفتوا الفرخة بتاعتنا الجميلة متربعة كده وقاعدة في قلب الصينية؟ حاجة كده روعة، حاجة كده وهم، حاجة كده تفتح النفس على الاكل. جبنا الفرخة البلدي بتاعتنا الجميلة وتبلناها يا حبايب قلبي، وقطعنا تحتها بطاطس وجزر وطماطم، وحطينا البهارات بتاعتنا وقعدناها كده في قلب الصينية ما شاء الله وسويناها. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي بعد ما استوت اهي ما شاء الله، احنا عملنا اليوم بتاعنا اهو، اول يوم في المنيو بتاعنا الجميل. عملنا طبعا طبق محشي، وعملنا بطاطس، وعملنا طبق رز ابيض. حطوا بقى اللايك يا حبايبي وشجعوني وكومنت حلو كده زيكم، وصلوا بينا على النبي كده واذكروا الله. اللهم صل على النبي. الفرخة الجميلة بتاعتنا حبايب قلبي ما شاء الله على الجمال والحلاوة، متحمرة ومقلية من فوق وتحت، حاجة كده تفتح النفس على الأكل ما شاء الله عليها. وده كان غدا يا حبايبي. طبعا زي ما احنا متعودين أنا بعمل المنيو بتاعي 7 أكلات طول الأسبوع مختلفين. دي أول أكلة في المنيو بتاعي يا حبايبي. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون خفيف على قلوبكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايبي يلا حطوا اللايك كده وشجعوني وكومنت حلو زيكم، وافتحوا نفسي كده على الشغل. ما شاء الله شكل الفراخ والله يفتح النفس يا حبايبي. الفرخة دي كانت بلدي ما شاء الله عليها. وتاني يوم في المنيو الجميل بتاعنا يا حبايبي جبنا سمك سرفيديا. السمك ده انا ابني بيحبه خالص يا حبايبي، لازم بجيبه كل اسبوع مرة. وعملت طبق سلطة وقطعت عليه كل الخضرة اللي عندي، وطبق رز ابيض. ابني بيحب الرز الابيض، انا عندي ابني بيحب حاجات غريبة. الرز الابيض والسمك اللي انتوا شايفينه، يا ريت كده تقولوا لي في الكومنتات السمك ده مفيد ومغذي، لان السمك ده متلج يا حبايبي. تقولوا لي كده في الكومنتات وتعرفوني. وطبعا طبق مخلل وبصل اخضر، حاجه كده تفتح النفس على الاكل ما شاء الله. وطلعنا كده يا حبايب قلبي في الشمس واكلنا الاكل الجميل ده ما شاء الله، وكان يوم يفتح النفس كده. الاسبوع ده ما شاء الله كان يوم دلع 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 اسبوع كله دلع يا حبايبي. عملنا فيه اكل حلو خالص. يلا بقى شجعوني وحطوا اللايك وكومنت حلو كده زيكم، وحطوا لي كده لايكات كتير، وارفعوا الفيديو ده، انا عايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. السمك ده يا حبايبي انا حطيته في الصينيه وحطيته في الفرن ما شاء الله، واتحمر كده، وبعد ما اتحمر طلعته. وهنا يا حبايب قلبي اليوم الثالث عملت بابا غنوج وما شاء الله بزيت زيتون، وطبق كبده ما شاء الله يفتح النفس كده، وطبق تونه كان موجود. وكل الاكل ده كان عندي في التلاجة، لميته يا معلم وطلعته وقلنا نقضي بيه اليوم. في اللي بياكل الكبده وفي اللي ما باكلهاش. طبعا عندي ولادي ما بيحبوهاش، اكلوا تونه واكلوا فول واكلوا بابا غنوج. وطبق مخلل وعيش وخصايه كده غسلتها، وكان يوم ما شاء الله الاكل برضو حلو يفتح النفس والله يا حبايبي. والكبده بتاعتنا الجميله دي ما شاء الله عليها، طعمها وريحتها وحلاوتها مفيش احسن ولا اروع من كده. لو عايزين تشوفوا الطريقه ادخلوا على القناه هتلاقوا طريقه الكبده، هتعجبكم والله العظيم يا حبايبي. وهنا طبعا مسكنا الخسايه الجميله دي غسلناها ونضفناها كده ما شاء الله. الخسايتين هنا يا حبايب قلبي في العريش ب5 جنيه ما شاء الله. والبتنجان الجميل ده اللي عايم في زيت الزيتون حاجة تفتح النفس. وهنا يا حبايب قلبي اليوم ده انا كنت عامله الغدا. طبعا النور كان قاطع ما صبروش لما اصور المنيو بتاعي، بس انا كنت لسه ما اكلتش. فانا كنت عامله بط زي ما انتم شايفين محمراه اهو، مقطعاه محمراه. وعامله رز وبسله طبعا ورز ابيض الرز المفضل بتاع ابني. وكنت عامله البطايه الجميله دي، هم اكلوا وانا الاكل ده فاضي يا حبايب قلبي. قلت برضو اوريكم المنيو بتاعي في اليوم اليوم الرابع يا حبايب. وطبعا في ايام في المنيو بتاعنا قضيناها كده يعني فول وطعميه وجبنه وبطاطس. طبعا ما صورتش الحاجات دي، بس طبعا مش كل اكلنا في الاسبوع لحوم ولا اسماك ولا حاجات من دي. لازم برضو نضيع يوم في الاسبوع او يومين، فانا صورت معاكم يا حبايب قلبي 5 أكلات. يا رب كده يعجبوكم، ولو عجبك الفيديو بتاعي يا حبايبي شجعوني. وهنا عملت اليوم الخامس الجميل ده، عملت فطير مشلتت وجبنة حادقة وعسل. طبعا حبايبي اللي عايزين، انا طبعا بحب الفطير بالجبنة القديمة، والعسل ابني بيحب العسل، فانا قلت اوريكم العسل واوريكم الجبنة. عايز اللي حابب ياكل بالجبنة ياكل، واللي حابب ياكل بالعسل ياكل. ما شاء الله شوفوا الجمال والحلاوة وشكل الفطيرة والله يفتح النفس. قمت الصبح بدري كده في نص ساعة كنت عاملة الفطيرة، وقلت يلا يا معلم نتغدى بها طول النهار ما شاء الله عليه.
وحتة سمنة بلدي وفردتها وسويتها زي ما انتوا شايفين. وده كان الغدا بتاعنا يا حبايبي اليوم الخامس في المنيو بتاعنا الجميل. وطبعا ضيعنا يومين، عملنا فول وجبنة وبطاطس وبيض. دي الايام اللي انا ما صورتهاش يا حبايب قلبي، انا مضيعاها في الاكل ما طبختش فيها. شفتوا الجبنة القريش عفوا الجبنة القديمة وجمالها ولونها وحلاوتها. وطبعا ده عسل نحل يا حبايبي، انا حطيته عشان افضي لبني. هو بياكل الفطير بالعسل وانا باكل الفطير بالجبن. بسم الله ما شاء الله. وبعد كده ما خلصت الفطير بتاعنا، نزلت كده جبت شوية فراولة وشوية جزر وبرتقان بلدي، وقلت اخزنهم معاكم يا حبايبي. هتشوفوهم كده يا رب طريقتي تعجبكم وتنول اعجابكم. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، هنا جبت الفراولة وقطعتها بسم الله ما شاء الله، والبرتقان البلد الجميل والجزر وحبة عصير كده ينفعونا لرمضان بسم الله ما شاء الله. معنا الفراولة اهو، معنا الجزر ومعنا البرتقان. كل الكلام الجميل ده هنمسكه يا حبايبي كده، ننضفه ونغسله ونقشره ونقطعه بسم الله ما شاء الله. حبة عصير ينفعونا يا حبايبي طول شهر رمضان ما شاء الله. طبعا احنا مخزنين مانجا، فقلنا الفراولة طلعت كل سنة وانتم طيبين. نجيب شوية فراولة مع شوية برتقان اهو، تغيير كده في العصير. طبعا طول شهر رمضان بنعوز اي عصير، يعني بنحاول نشكل كده يوم مانجا يوم فراولة يوم برتقان بسم الله ما شاء الله. وهنا نضفت الفراولة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، وقطعت البرتقان طرنشات اهو ما شاء الله. وكل الكلام الجميل ده هنرصه كده في العلب، وهتشوفوا كده هخزنه ازاي. عندنا هنا الفراولة هنقطعها برضو شرايح، وهننزل عليها بشوية سكر لحد الفراولة الجميلة بتاعتنا ما تصفي المية بتاعتها الجميلة. بتعمل كده شربات تحتها احمر يا حبايب قلبي ما شاء الله. شوفوا الجمال والحلاوة، بتحسي كده الفراولة يعني ان انت بتاكلي بتشربي شربات كده ما شاء الله على الجمال والحلاوة. خلاص هنقطع الفراولة الجميلة بتاعتنا وننزل عليها بشوية سكر ونسيبهم حوالي ربع ساعة تلت ساعة زي ما انتوا عايزين. ونبدأ بقى نعبيها في العلب وفي الأكياس. زي ما انتوا شايفين اهو، رشينا شوية السكر اهو ما شاء الله. وهنسيب الفراولة بتاعتنا حوالي ربع ساعة بالظبط لحد الفراولة بتاعتنا ما تشرب السكر. وقطعنا طبعا الجزر يا حبايبي، والجزر سلقناه، ما ينفعش نشيل الجزر وهو كده. الجزر بتاعنا سلقناه اللي هنضيفه على البرتقان ما شاء الله. هنعبي الاكياس بتاعتنا وهنحط شوية برتقان كده، كام شريحة برتقان مع حبة جزر، ونشيلهم في كيس ونطلعهم كده نضربهم يا حبايبي، بيطلع معانا عصير جميل جدا ما شاء الله عليه. وهنا يا حبايب قلبي هنرص العلب بتاعتنا الجميلة. طبعا العلب عندي مش هتكفي، فهفضي كله في اكياس، وهنبدأ نشيلهم كده في الفريزر ونعينهم لشهر رمضان. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويعود عليكم الايام بألف خير يا رب. شفتوا عبينا الفراولة اهو، الكيس على قد درق العصير. وهنا يا حبايب قلبي عبينا الاكياس بتاعتنا، والبرتقال عبيناهم في 3 اكياس اهو ما شاء الله. وبكده يا حبايب قلبي انا خلصت الفيديو بتاعي الجميل، يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم شجعوني، يلا كومنت حلو زيكم، واشتركوا في القناة وشجعوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.